قصر عابدين، واللي بناه الخديوي إسماعيل عشان يكون المقر الجديد للحكم بدل قلعة صلاح الدين اللي كانت مقر للحكم أيام الخديوي محمد علي. لكن مين هو عابدين وليه اتسمى القصر باسمه؟ استنى هقولك. شوف يا سيدي، عابدين يبقى عابدين بيك الأرناؤوطي، واحد من أهم قادة الجيش في عهد الخديوي محمد علي، وكان عنده كده فيلا صغيرة عايش فيها هو ومراته. ولما مسك الخديوي إسماعيل الحكم سنة 1863 قرر يبني قصر كبير جدا يكون المقر الجديد للحكم، واختار حتة أرض على مساحة 24 فدان. بس المشكلة إن كان في وسط الأرض فيلا عابدين. الخديوي إسماعيل ما كدبش خبر وقرر يشتري الفيلا من أرملة عابدين بيك، لكن الست رفضت البيع وقالت إنها مستعدة تتنازل عن الفيلا والأرض بس بشرط إن القصر الجديد يتسمى على اسم جوزها. ووافق الخديوي إسماعيل على الشرط، وبقى أشهر قصر في مصر اسمه على اسم جوزها، قصر عابدين.